حسوي كبسة أو دجاج محمر. طبعا حنكهه بالعسل. بقدر راح أضيف السمن، لأنه السمن دائما يعطي نكهة للدجاج. تمام، السمن خلاص. وأحمر أول حاجة الدجاج على الناحيتين، خلي السمن يذوب معايا. ذاب عندي الدجاج، بسم الله. راح أضيف السمن، أضيف الدجاج. أقلب على الناحية الثانية يتحمر معايا. بسم الله. الدجاج ياخذ لون يتنكه بالسمن. بسم الله، زي كذا. خلاص لما يتحمر معايا الدجاج راح أضيف البهارات. ملعقة صغيرة لومي، ليمون ناشف اللي هو اللومي. أضفت بابريكا وكركم، وأضفت بهارات مشكلة. ولا تنسوا الملح على الدجاج، وخلي الدجاج كمان يتحمر. أقلب طبعا، أقلب البهارات شوي مع الدجاج وأقفل. أخلي البهارات، أخلي الدجاج ياخذ نكهة مع البهارات. الدجاجة كيف مع البهارات مسكت فيها البهارات وتسبكت. الحين أسوي التسبيكة الثانية. طبعا هنا عصرت طماطم، بسم الله، وحطيت معجون طماطم. إذا ما تضيفوا معجون طماطم هذا كمان شيء راجع لكم. وخلي الدجاجة كمان تتسبك لي مع الطماطم. بعد ما تسبكت معي الطماطم، طبعا ما خليها تتسبك لين ما تنشف، لا، خليها تتسبك تقريبا 5 دقائق. بعدين بسم الله أضيف الموية. طبعا هنا كان في شوية طماطم أضفت عليها موية. بسم الله. وخلي الحين الدجاجة لين ما تستوي معايا. أضيف ملح، بسم الله. الملح ناقص، ولو حسيت البهار ناقص زيده، بس أنا حسيت فقط الملح ناقص. وطبعا حنحط حبتين لومي كمان، واغطي على القدر. الدجاجة خرجتها، راح اخذ من المرق وحضيفه على الدجاج زي كذا، هذا الشكل. حولع من اسفل. الفرن طبعا يكون شغال قبلها ب10 دقائق. حولع من اسفل لمدة نص ساعة. حضيف شوي من العسل. طبعا حولها في البداية من الأسفل، بعدين من فوق زي كذا. بس راح أسوي الأرز. حضيف أول شيء سمن. ترى الوصفة هذه مرة لذيذة 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 لذيذة. تمام. أول شيء علي النار، خلي السمن يذوب معانا. هنا المرق حق الدجاج. تمام. ضيف البصل، أقلب البصل مع البصل لومي. تمام. وخلي البصل ياخذ لون مع اللومي. لو ما عندكم سمن عادي ينفع الزيت. تغير عندي لون البصل شيء بسيط يعني ما كثير مرة. راح اضيف الفلفل. تمام. وراح اضيف الأرز. اقلب كذا. تمام. انا لسه طبعا منقعته. الحين اضيف بسم الله من المرق. بسم الله. المنكهات اذا بغيتوا قرفة وهيك وقرنفل. خلاص. خلي الرز دحين على شمعة، على شمعة. مجرد ما يغلي اخليه على شمعة واغطي عليه لمدة كذا نص ساعة 40 دقيقة. يستوي معايا ويصير مفلفل. ناقص نزيد كمان ملح. بعد ما تحمر معايا من اسفل راح ازيد شوي احمره من فوق. هذا الدجاج خلصناه مع الارز.
لذيذة الوصفة هذه، جربوها بإذن الله تعجبكم.